المصريه زي اي مواطن محروق دمه وزهق من النظام المفروض اللي هو موجود دلوقتي. انا نازله مرسي تفضل قاعد بالطريقه دي. الشعب معظم الشعب مش عايزك، انت ما عملتش فينا حاجه، انت كتير عليك السنه اللي انت قعدتها اساسا على الكرسي، لان مصر كبيره عليك وعلى عشيرتك، وانت لا تصلح اساسا لاداره مصر، لان مصر افضل من كده بكتير، مصر افضل من كده بكتير، ومصر تستاهل حاكم يقدر يدي شعبها اللي هو محتاجه، يوفر لشعبها لقمه العيش اللي هو محتاجها، ويوفر للفقير اللي بينام على الرصيف بيت يقعد فيه ويحويه هو واولاده، ويوفر لكل الناس اللي محتاجه الامن والامان في مصر. بعد ما كنا عايشين في عصر مبارك، اي نعم كنا بنتسرق، ودلوقتي كنا عايشين في امان في عصر مبارك، لكن دلوقتي احنا بنتسرق ومرعوبين، بيحدفوا علينا قنابل، بيتحرشوا بينا في ميدان التحرير. بنقول لك يا مرسي احنا مش هنخاف منك ومش هنخاف. طب عايزين نعرف منك ايه الحل لو انت شايفه ان مرسي في الوضع اللي احنا فيه ما تنزلش عن الحكم؟ مرسي غصب عنه لازم هيتنازل، معظم الشعب مش عايزه، قله قليله موجوده في ميدان رابعه العدويه. هنختاروا ميدان رابعه العدويه اولا عشان هو مساحته قليله جدا، لا تسيع. لو هنديلهم 100,000 بني ادم، يلا انت عليك 100,000 بني ادم، وتعالى انظر على الملايين اللي في كل المحافظات اللي موجوده. محافظه السويس اللي كان معظمها اخوانجيه دلوقتي نزلوا بيقولوا لك مش عايزينك يا مرسي. محافظه الفيوم، محافظه الشرقيه اللي انت طالع منها وناشئ منها، بيقول لك يا مرسي احنا مش عايزينك، احنا مش عايزينك. كفايه اسكندريه اللي قفشنا فيهم ناس مسلحين موجودين في مقر الاخوان المسلمين. يا ريتك يا مرسي تمشي بكل هدوء. الشعب المصري تعب، الشعب المصري زهق، الشعب المصري بيقول لك مش عايزينك. وانت لما طلعت في ميدان التحرير وفتحت للشعب المصري صدرك وقلت لهم ان انا هحميكم وان انا هعمل لكم كل حاجه، ولو الشعب المصري مش عايزني يطلع ويقول انا مش عايزك. انت دلوقتي قلت ان انت دلوقتي بتقول هو مش عايزني، واحنا الشعب بيقول لك احنا باصمين عليك بالعشره يا مرسي ان احنا مش عايزينك، وانت لا تصلح لا تصلح لا تصلح لاداره مصر العظيمه، مصر الكبيره، مصر اللي تستاهل رئيس يكون راجل بجد زي جمال عبد الناصر وانور السادات. احنا محتاجين رئيس يكون قلبه على الشعب، اكتر من كده مش محتاجين. ماشي، شكرا.